في عالم هادي جدا بيعيش قط طيب بيحط كل عالمه على جزيرة عائمة فوق الأرض. بيحب القط ده قط تاني أسود، بيتم الزواج بينهم. بسبب الجواز ده بيتقسم العالم لنصين، بيبقى في مملكة البيض فوق جزيرتهم الطايرة ومملكة الظلام والظل تحت الأرض. بيحكم الملكة بتاعة البيض الجزيرة الطايرة، وبيحكم الملك الأسود جزيرة السود. بيستمر العالم في توازن واستقرار طالما البيض فوق في السماء والسود تحت الأرض. بتبقى الدنيا تحت في صراع عنيف مع زعيم شرير اسمه بال. بيظهر ولد صغير ملوش اسم، بيجري يروح يقابل الشيوخ، بيسألوه إذا هو جاهز لمهمة النهاردة، وبيطلبوا منه يخرجوا ويصطادوا ويجيبوا أكل لكل الناس، وبيأملوا يرجعوا بكفاية عشان يسدوا جوع الكل. بيجي رجل بيعلن ان البوابة بتتعرض لهجوم عنيف وان مخلوقات الظلام هجمت الرجال. بيجروا الرجال بكثرة بأسلحتهم وبتتتبعهم الستات بشوكهم. بيأمروا الولد ياخد كل العيال ويوديهم على حافة القرية في كهف يقدروا يختبئوا فيه ويكونوا آمنين. بيتحرك الولد بسرعة، بيجمع العيال وبيوديهم بعيد، بس بيكون ضعيف ومش قادر يحميهم كلهم. في الآخر بيبقى طفلين بس معاه، أخ وأخت. بيهاجم وحش واحدة من البنات وبتتأذي جامد. بيشيلها الولد على ايده وبيحاول يوصل للكهف، بس من غير ما ياخد باله بيعدي وراه وحش وبيحاول يضرب. في اللحظة دي الطفل الثالث بيختار يضحي بنفسه عشان يحمي اخواته. بيجري ناحية الوحش وبيتقتل، وبيقول للولد ياخد اخته المصابة للسلامة ويسيبه يموت. في الاخر القرية كلها بتتدمر ومفيش حد عاش. بيلاقي الولد صعب جدا يفكر في الحياة، بيحس انه خسر كل حاجة كانت ليها معنى في حياته ومش شايف سبب يكمل عشانه، وبيبدأ يحفر حفرة. في نفس الوقت رجل عجوز وضعيف شوية بيدخل المدينة ماسك خريطة، بيظن انه ممكن يكون في مدن قريبة يقضي فيها الليل، بس لما بيقرب بيكتشف ان مفيش مدينة فاضلة. بيلاحظ الولد جوه الحفرة وبيسأله عن المدن القريبة. الولد بيسأله رايح فين وبيقول له مفيش مدينة هناك وكل المستوطنات اتدمرت. الولد بيتهز وبيسأل الراجل اذا كانت مدينتهم تحت حماية الملك الاسود، وليه الملك الاسود اكتفى بالمشاهدة لحد ما اتدمروا. الراجل العجوز مش مصدق في نزاهة الملك الاسود لاسباب هتبان بعدين، بس دلوقتي بيقول بس ان المملكة كلها تحت حكم الملك الاسود. بيلاحظ الراجل الولد بيحفر وبيسأله بيعمل كده ليه. الولد بيقول له ما تسألش، حتى لو شرحت مش هتفهم شعوري او اللي مريت بيه. وبيضيف ان اللي بيعمله يمكن يبان للناس بلا معنى، بس هو الطريقة الوحيدة اللي تخليه يحس بتحسن شوية. بيصر الراجل يعرف السبب، والولد اخيرا بيقول له انه عايز يقرب من النور، المملكة البيضاء في السماء، وبيحس ان حفرة عميقة هتخليه يوصل للنور اكتر من الارض العادية. بيقول له الراجل يوقف الحفر، وبيقول له انه جعان وما اكلش بقاله وقت طويل ولازم يهدى قبل ما ينهار. الولد بيرد انه مش هينهار لانه بينام كويس. الراجل بيقول له ازاي يكون في نوم كويس من غير اكل. بيرمي له رغيف عيش، الولد بيقبضه وياكله بسرعه ويكاد يختنق. بيرمي له ميه، الولد بيشرب وبيبقى فرحان ومبسوط جدا. الراجل بيطلب منه يطلع ويستريح، بس الولد بيرفض. بيرمي له سيف، يسأله ليه بيحفر بدل ما يبذل كل قوته عشان يساعد الوضع. الولد بيرد انه مش شايف ده دوره ومش قادر يعمل حاجه اصلا. الراجل بيعرف نفسه اسمه سكار، وبيسأل الولد اسمه ايه. الولد بيرد انه ملوش اسم وكل الناس بينادوه اي حاجه. سكار بيقوله انه هيناديه باسمه هو يختاره. بيشيل سيفه وبيبدأ يقاتل الولد. الولد محتار وبيتساءل اذا سكار عايز يعلمه القتال، خصوصا انه مش عايز يتعلم يقاتل الوحوش لوحده. سكار بيقول له مفيش حد هنا هيجي ينقذك. الولد بيستوعب انه مش قد سكار وبيحاول يوقف القتال، بس سكار متفاجئ وبيسأل ليه خدت السيف اصلا. في الاخر سكار بيوقف المعركة وبيقول ان عمره ما تخيل نهايته هتكون هادية كده وسليمة. الولد بيسأل ازاي يعرف، وبيقول انه ما بقاش عايز يقاتل، وفي نفس الوقت بيعترف انه لسه عايز يقاتل سكار. سكار بيقول له دي نهاية حياته، وبيشرح له انه امير الظلام وكان حاول يقاتل الملك الاسود عشان يستولي على المملكة بعد ما اكتشف ان العالم مش ماشي صح، بس فشل في القضاء على الملك الاسود واتجرح جامد، وبدأ يدور على مكان مناسب يموت فيه. عمره ما تخيل انه هيلاقي نهاية هادية وسليمة مع ولد صغير. بيرمي سيفه للولد وبيقول له انه اختاره عشان يبقى الامير الجديد للظلام، وحتى الملك كمان. بيأمره يروح المدينة ويزور القصر بتاعه، بيطمنه ان اي حد يشوف السيف في ايده هيعترف بيه فورا. بيرفض الولد يروح، بس سكار بيقول له انه شايف نفسه الصغير فيه، وبيأكد له ان الدنيا مش مظبوطة وان لازم حد يساعد يغيرها. بيضيف ان في فارس جامد في مقره اسمه فال، ولو الولد يثبت انه قوي وشجاع فال هيمشي وراه. بيقول كمان ان فال مخلص جدا للي بيختاره، ولو وافق يرافقه هيفضل معاه لحد نهاية العالم. بيموت سكار والولد الصغير بيكمل رحلته للمدينة لوحده. وفي نفس الوقت المملكة البيضاء بتتعرض لهجوم عنيف.
بيبعتوا محاربين ووحوش من مملكة الظلام عشان يقتلوهم. بتدخل كل الجيوش في المعركة بما فيها ملكة النور ايريس نفسها مع الساحر والقائد الفرسان شيما فاس وكذا محارب مهم. بيبدأ القتال، بيستعينوا بحارس الران عشان يدعمهم. بعد انتهاء الحرب بيرجع فاس لبيته، بيقابل اخوه الصغير ثيو اللي بيبقى فرحان جدا لمجرد انه شايفه عايش. في نفس الوقت شيما بتشجع كل المحاربين، بتأمرهم يرتاحوا ويستعدوا للحرب الجاية. بعدين بتروح تقابل فاس وبيدخلوا البيت مع بعض يتكلموا عن ايريس. بيسألها فاس اذا كانت قوة ايريس جاية من التاج اللي لابسه، وهل هي فعلا مؤمنة ان ايريس تقدر تهزم ملك الظلام بالقوة دي. بيأكدوا مع بعض ان ايريس قوية فعلا، بس مش قادرة تستنزف قوتها كلها عشان ده ممكن يؤدي لموتها. بيطلب فاس من شيما ما تتكلمش في الموضوع ده قدام الاخرين عشان ما تتفسرش كإهانة للملكة. بعد الحرب واحدة من حراس ايريس بتلاحظ علامات تعب شديد وضعف عليها، بتسأل اذا كانت استهلكت كتير من قوتها وبتنصحها ترتاح، بس ايريس مش قادرة تنام. فبتقوم وبتروح تجاه خراب اول الاسلاف، بتدور على الحمايه والمساعده. بتتبعها شيما، بتنادلها اختي الكبيره، بتكشف لها ان قبل كده كانوا بيتنافسوا على لقب ملكه النور، كانوا بيتدربوا مع بعض، وشيما كانت واحده من الناس اللي ساعدوها تبقى اقوى. بتفكرها شيما انها دلوقتي بقت الملكه اللي فازت بالمواجهه، وبالتالي متاكده انها تستحق المكانه دي. بتسالها بعد كده اذا فاكره الملكه السابقه للضوء، ووشها كان دايما مبتسم وهي بتشوف المنافسه. بيأكدوا مع بعض ان الذكريات بدات تختفي، وبيتمنوا الحرب تخلص بسرعة وان ملك الظلام يغير موقفه. بتقول ايريس انها متأكدة ان العالم هيبقى مكان افضل لما ملك الظلام الجديد يجي. بتسألها شيما اذا لسه مؤمنة انها هتعيش لما ملك الظلام الجديد يجي. بترد ايريس انها مش فارقة معاها تعيش او تموت، المهم انها تعرف ان العالم يوما هيبقى امن لكل الناس. بعد شوية الولد الصغير بيوصل لمملكة الظلام وبيسأل عن كسر سكار الفارس اللي عند البوابة. بيسأله هو جايب السيف ده منين. قبل ما الولد يشرح الفارس بيهاجمه وبيقاتله. الولد بيلاحظ فورا ان الفارس ده ممكن يكون فال، وبيسأله اسمه. فال بيأكد هويته وبيسأل عن سكار. الولد بيقول له ان سكار مات. فال بيثور من الغضب وبيهاجمه بعنف، بيوقعه على الارض. بيقرب منه وبيقول له انه عارف ان الولد ما يقدرش يقتل سكار لانه شايفه ضعيف. الولد بيقدم نفسه وبيعلن انه امير الظلام والمستقبل الملك. فال بيضحك بسخرية وبيسأله هل فعلا مؤمن انه يقدر يعمل كل ده وهو عايش وسط الخراب. الولد بيجاوبه بشجاعة مؤكدا انه يقدر حتى وسط الخراب لانه عارف قوته وقدراته. فال بيتأكد من كلامه وبيوعده انه هيمشي وراه. كمان بيسمح له يقيم في مقر سكار جوه المملكة البيضاء. في نفس اللحظة واحد من الحراس بيعلن ان البوابة الغربية تحت الهجوم من بال. ايريس بتؤمر شيما تتواصل مع باقي السحرة عشان ينضموا للمعركة، وبتأمر فاس يقود الفرسان للقتال. شيما بتستخدم تاجها عشان تبعت تحذير لكل السحرة. الكل بيصحى يستعد للقتال وبيروحوا لمكانهم المحدد. بال بيكون متشوق يقاتل ايريس وبيتمشى في المدينة يدور عليها. لما بيقابل مجموعة من السحرة بيحاول يرهبهم، بيقول لهم بدل ما يموتوا في القتال يسلموا ايريس له. السحرة بيهاجموه بس مفيش اي هجوم بيأثر فيه. بيرد عليهم وبيدمر كل المكان اللي واقفين عليه. بعدين بيواجه مجموعة فرسان بقيادة فاس. بيقرر طلبوا انهم يجوا بايريس بدل ما يهدروا حياتهم. بيرفضوا وبيبدأوا يطلقوا سهام عليهم. لما بال بيستعد يهاجمهم لورد ألانشا فجأة بيظهر وبيقاتل بدلهم. الفرسان بيشكروه وبيرجعوا للمدينة يحموا باقي الناس. لما بيشوف ألانشيا بال بيعرفه فورا وبيقول انه قائد الجن اللي بيؤمر الأرواح الثلاثة النار والمياه والأرض. ألانشيا بيؤمر الأرواح تهجم. بال بيكون مستعد للهجوم. لما بتضربوا الأرواح بيشيد بيهم، بيقول إنهم مهرة بس هجماتهم مش كفاية. بيحاول يهاجم ويوري ألانشيا قوته الحقيقية. بيصرخ وبيؤمر الأرواح بالانسحاب. بيكتشف إن بال أقوى مما توقع. بيبدأ يعرق ويفكر يائسا إزاي ينجو. فجأة ايريس بتظهر، بتقف عند الحيط وبتشوف ناس كتير موتى. آخر شخص عايش بيشجعها وبتنزل لساحة المعركة. بتحذر بال وبتقول له انه لو قتلته مش هتسمح له يكمل وجوده. بال بيكون مستعد لكل هجماتها. في نفس الوقت فاس وهو ماشي تجاه المملكة بيقابل راجلين وبيفترض انهم فرسان من مملكة السود. بيواجههم ويتهمهم بالجبن انهم بيستغلوا معركة بال. الاتنين بيأكدوا انهم مش فرسان بس هاربين بيدوروا على مكان يرتاحوا فيه. فاس بيأمرهم يرموا سيوفهم وبيعملوا كده. بيوقعوه قدامه. فجأة قوة الظلام بتحيط بيهم وبيمسكوا سيوفهم تاني. فاس بيقتل واحد منهم وبيأمر فرسانه يهاجموا التاني. ايريس بتلاقي صعوبة كبيرة في القتال ضد بال لانه قوي جدا. بتقرر تستهلك كل قوتها لكن ألانشيا بيحذرها من العواقب.
بتتمنع عن كده، وفال بيحس بالإهانة إنه بيقاتلها وهي مش بتستخدم كل قوتها، فبينسحب ويستنى لما تكون جاهزة المعركة حقيقية. في مملكة السود زعيم بيقابل الملك الظلامي لكنه مش موجود. فارس اللي قاد الهجوم على المملكة البيضاء بيرجع يقدم تقريره، بيقول لازم يوقفوا القتال، بيشتكي من فقد فارس وبيقول إن شعب السود مش وحوش عايزة تقاتل أي حد في أي وقت. قبل ما فال يرد الملك الظلامي فجأة بيظهر وبيهاجم الفارس ويقتله. بعد ما بيقعد فال بيقول له إنه ما كانش المفروض يلوث إيديه بالدم، لأنه لو أراد فال كان ممكن يقتل الفارس بنفسه. الملك الظلامي بيعلن إنه مفيش سبب يخلي مملكة السود تفضل على الأرض بينما المملكة البيضاء في الهواء. بيقول إن المملكتين مش قادرين يعيشوا مع بعض في نفس العالم. بيؤكد إنه مش هيسيب الأمور لحد ما المملكة البيضاء تختفي تماما وكل العالم يغرق في الظلام. بيعترف بوس إن الملك صح، بس بيحذر إن الخطة دي مش حكيمة لأن استمرار خسارة الرجال هيدخلهم في مشكلة أكبر. ملك الغرور بال بيرجع فال للبيت وبيقابل الولد الصغير أمير الظلام. الولد بيسأله جاي منين، وفال بيجاوب انه جاي من قصر الملك الظلامي. الولد كان فاكر ان ولاء فال ليه بس فال بيشرح انه مخلص للملك ولاي حد يجي بعده. بيطمن الامير انه مخلص له كمان ومفيش سبب للخوف. الامير بيقول انه عايز يتدرب على السيف ويتعلم القتال، وبيعلن انه مش يستحق يبقى ملك لو مش قادر يهزم فال نفسه. فال بيقول له ان القتال مش الهدف الاساسي وانه لازم يقرأ ويتعلم. بيجيب له عدة كتب وبيحطهم قدامه على الترابيزة، بيأمره انه يقرأ وبيسأله ازاي ناوي تبقى ملك لو مش هتتعلم، ولا عايز الناس تموت من الجوع. بعدين بيكلموا عن الزراعة والحكم وإدارة شؤون المملكة. بيضيف انه لو عايز كرامة الملك لازم يركز في كلامه وطريقة حديثه. في نفس الوقت بيوافق فال انه يدربه وبيقول له انه في ورثة تانيين للعرش بيدوروا عليه ولازم يكون استثنائي لو عايز ياخد العرش. بيبدأ التدريب والأمير بيتعلم بسرعة ملحوظة. في مكان تاني في الغابة السيدة الشيطانية الخضراء الرمادية جروسا بتمشي مع فرسانها بتدور على الأمير. البحث تعبها وبتسأل نفسها ازاي الأمير يكون في مكان زي ده. بتقف ترتاح شوية وفجأة مجموعة وحوش بتهاجمهم. الفرسان بيحاولوا يدخلوا القتال بس هي بتقول لهم ما تقلقوش وبتتقدم تقاتل لوحدها. بتغلبهم بضربة واحدة وفرسانها بيمدحوها على قوتها وهي مشغولة بإعجابهم. وحش تاني فجأة بيهاجمها بيقرب منها بشكل خطير ومفيش وقت تدافع عن نفسها ومش عارفة تعمل ايه. فجأة الأمير بيظهر وبيقتل الوحش، بيقدم نفسه كالأمير وجروسا بتتفاجأ انه في مكان بعيد كده. بيقول لها انه بيتدرب والغابة مش بعيد عن بيته. ما بيضيفش حاجة وبيحاول يمشي. جروسا متأثرة بمظهره الوسيم، فرسانها محتاجين لحظة عشان يستوعبوا. بعدين بتفتكر انها كانت بتدور عليه وان عندها حاجة عايزة تقولها له. بتناديه وبتطلب تكلمه وبيتكلموا. بتقول له انه في مسابقة بينه وبين الورثة التانيين ولو فاز هيتعرف انه الامير الحقيقي وهيحصل على السيف الكبير للسود. الامير بيبص للسيف اللي اخده من سكار. جروسا بتتساءل اذا كان عنده علاقة خاصة بالسيف ده. في كل الاحوال الامير بيشارك في القتال داخل المملكة البيضاء. ايريس بترجع وبتلاقي مملكتها مهدومة. بتنادي وتطلب المساعدة للجرحى. شيما بتيجي وبتقول له لما فوس والفرسان رجعوا يحموا المدينة اتعرضوا لكمين من محاربين من مملكة السود وده سبب الخسائر اللي حصلت. ايريس بتفضل غارقة في التفكير في كسرها. بتفكر في المسؤوليات الثقيلة اللي على كتافها وازاي هتقدر تتحملها كلها. شيما بتدخل وبتقابلها وبتنادي عليها كذا مرة لحد ما بتلاحظها. لما ايريس بتركز بتقول لشيما انها كانت غارقة في التفكير. شيما بتسألها بتفكر في ايه وبتضيف يمكن الملكة السابقة كمان كانت غارقة في التفكير اوقات لما الناس كانت شايفاها هادية ولطيفة. شيما بتقول لأيريس إنها تتحمل مسؤولية إعادة بناء المدينة المهدومة وأيريس بتطلب منها تنفذها صح. بعد ما شيما بتمشي ايريس بتفتكر الملكة السابقة. بتتذكر طفولتها قبل ما تبقى ملكة لما كانت بتصحى بدري وتقف على حافة المدينة وتشجع المملكة البيضاء. في صباح أحد الأيام دي شيما بتيجي وبتسألها لسه بتصحى بدري كده. بعدين بتضيف إنها مش مناسبة للصحوة بدري لأنها بتحب النوم. ايريس بتفكرها انها عندها مسؤوليات اكبر ولازم تهتم باخواتها ثيو وفاس. شيما بتضحك وبتقول ان الاتنين لوحدهم مسؤولية كبيرة وكفاية ولو ايريس عايزة ممكن تاخدهم بنفسها. الاتنين بيضحكوا مع بعض. ايريس بتسأل شيما تعرفي يعني ايه تكوني ملكة النور؟ شيما بتجاوب انها عمرها ما فكرت في الموضوع. ايريس بتستمر تتساءل عن الاحمال والمسؤوليات الحقيقية للملكة. بيرجعوا لأماكنهم وبيشوفوا ملكة النور بيعجبوا بجمالها وعظمتها. كل واحد منهم مستني المعركة والمنافسة على لقب ملكة النور.
الاتنين بيتمنوا يقدموا افضل ما عندهم، بس ايريس مش مرتاحة. شيما بتسألها بتشك في نفسك ولا المكانة بتخوفك؟ ايريس بتجاوب بلا، وبعدين بترجع السؤال لشيما. شيما بتعترف انها احيانا بتحس ان المسؤولية اكبر من قدرتها، وان حياة الملكة باهتة لانها لازم تفضل في القصر من غير ما تخرج. هي مؤمنة انها مش قادرة تعيش حياة رتيبة كده. ايريس بتقول يمكن الحياة مش مملة كده، ويمكن هم مش عارفين اذا الملكة بتسيب القصر من غير ما حد يلاحظ. شيما بتختلف معاه وبعدين بيمشوا مع بعض. شيما بتسأل ايريس اذا هتتعشى معاهم الليلة. بتقول لها فاس مستني من زمان لانهم ما اكلوش مع بعض فترة طويلة. بيروحوا يجمعوا خضار بري بياخدوها البيت شيما وبياكلوا مع بعض مبسوطين. بعد الاكل ايريس بتشكرهم على الاكل، وثيو بيسألها هتزورهم تاني وبيمزحوا مع بعض. فاس بيرافق ايريس لبيتها وفي الطريق بتشكرها على الاكل. بيرد لها انها تستاهل لانها كمان جابت خضار. بتفكرها انهم ممكن يجمعوا خضار من الغابة، بس هو بيصر ان هي اللي جابته اطيب من خضار الغابة. ايريس بتسأله تعرف ايه معنى مسؤولية الملكة؟ بيرد انه مش عارف، بس بيقول ان مسؤوليته كفارس حماية المملكة. اليوم اللي بعده ايريس بتمشي في المملكة وفجأة مجموعة وحوش بتهاجمها. بتحاول تهرب بس مش قادرة وبتضطر تقاتلهم، وفي الاخر بتنجح تهزمهم. فجأة بتسمع صوت بيقول لها ان ملكة النور هي اخر مولود من اشد الدماء قسوة، وانها لازم تمشي طريق العزلة لوحدها. ايريس بتوعد تمشي الطريق ده مهما حصل. في مكان تاني بوز بيقول للأمير إنه لازم يدخل المسابقة حسب تقاليد العائلة. بيقوله إنه هيروح يقابل الملك، لكنه واثق إن الأمير هيفوز وهو عنده ثقة كاملة فيه. بتبدأ المسابقة وجروسا بتعلن إن المرحلة الأولى هتكون معركة بين كل الأمراء والوحوش، واللي هيكونوا آخر 2 من الأمراء هيواجهوا بعض في مبارزة 1 ضد 1. الوحوش بتتحرر، وأثناء المعركة الأمير بينقذ واحدة من الأميرات من الموت. الباقيين بيتفاجئوا من تصرفه وبيتساءلوا ليه ساعد حد أثناء المسابقة. هو بيجاوب إنه عمل كده بس عشان مش عايز تموت. الأميرة نفسها مش بتقبل تصرفه وبتطلب منه يسيبها تكمل القتال لوحدها. المعركة بتستمر وبيظهر وحش ضخم وقوي محدش قدر يهزمه غير الأمير اللي بيقتله هو بنفسه. في الآخر الأمير بيتأهل مع أمير تاني اسمه أدل. أدل بيبقى مع الأمير في غرفة التحضير قبل من المواجهة الجاية، وبيسأله ليه أنقذ البنت. الأمير بيجاوب مرة تانية إنه مش عايز حد يموت. أدل بيقوله إنه مستحيل حد يبقى ملك الظلام من غير ما يكون مستعد للقتل، وإنه لازم يقبل موت الآخرين. الأمير بيصر إن لو القتل هو الطريق الوحيد للملك هو يفضل يدور على طريق تاني. بتبدأ المرحلة الثانية من المسابقة والأمير بيقدر يهزم أدل بس مش بيقتله. أدل بيغضب وبيسأله ليه. بعدين بيسترجع سيفه وبيكمل القتال، وبيعلن انه لو جات له فرصة يقتل الملك هيعمل ده من غير تردد، بس الفرصة ما بتجيش والأمير بيفوز في المعركة. الأمير بيستلم السيف الكبير للسود وبيخرج مع أدل وجروسا. أدل بيقدم نفسه وبيلاقوا فال واقف قدامهم. فال مش محتاج حتى يسأل عن نتيجة المسابقة. بتسأل أدل بتيجي ليه؟ بيرد فال انه جايب لهم رسالة من الملك، وبياخد باله ان الوارثين اللي اتأهلوا لازم يسلموا رسالة للمملكة البيضاء. وفي نفس الوقت الأمير مستهلك بنفس السؤال اللي كان مشاغل بال ايريس، وبيسأل نفسه تاني وتالت ايه الدور الحقيقي الملك السود. وبياخد السيف بتاعه وبيركب على قمة عشان يبص على مملكته. والأمير وأدل وجروسا بيبتدوا رحلتهم نحو المملكة البيضاء، وبيركبوا على مركبة طايرة عالية في السماء، وبيدي الطيارين أوامر وما بيعملوش الرحلة سهلة، وبيتكلموا طول الطريق عن صعوبة الوصول للمملكة البيضاء، وبيفسروا ان المركبة بتطير بس بالسحر وده بيخليهم صحراء. وبما ان المركبة ما فيهاش شبابيك بيقعد جروسا وأدل والأمير فوق السطح عشان يشوفوا الرحلة بعينهم. وقبل ما يوصلوا بتبدأ جروسا تتساءل ازاي المهمة هتتم وهل فعلا هيقدروا يسلموا الرسالة، وبتقول حتى لو العالم كله كان مكون من المملكة دي والمملكة دي بس هما لسه في حرب وبأي شكل من الأشكال مش حلفاء، وان التظاهر ان كل حاجة تمام هيكون جنون خالص. وبتسأل الأمير إذا كان شايف إنه يقدر فعلا يسلم الرسالة. بيرد الأمير إنه حتى لو مش متأكد 100% من قدرته هو مؤمن إنه يقدر يلعب دور المبعوث ويسلم الرسالة. وبتقاطع أدل وبتقوله إن مهاراته في الكلام والتفاوض مش أحسن حاجة وبيبان عليه خجول شوية، وبتسأله إيه اللي مخليه واثق إنه هيقدر ينجح. بيصر الأمير إنه حاسس إنه قادر، لكن أدل بتفكره إن المملكتين في حرب وإن طريقة الكلام هتحدد إذا كانوا هيرجعوا سالمين ولا لأ. وبتقترح ان بما انه احسن في الكلام والتفاوض هو يكون المبعوث والامير يتظاهر انه حارسه. والفكرة بتعجب التلاتة
والأمير بيشكر أدل على فعلته النبيلة. ولما بيوصلوا المملكة البيضاء بيستقبلهم فاس بالسيف المسحوب، وبيسحب الأمير سيفه ردا عليه، لكن أدل بسرعة بتتدخل وبتعتذر لفاس على تصرف الأمير، وبتشرح لهم انهم جايين بس يسلموا رسالة للمملكة ومش ناويين يعملوا مشاكل. فاس بيتفاجأ وبيسأل اذا كان حتى ملزم يستقبل رسالة منهم، وبيحاولوا يطمنوه وبيأكدوا له ان الملكة عارفة زيارتهم مسبقا وان نيتهم السلام. تطلب أدل من فاس انه ينزل سلاحه، لكن فاس بيرفض وبيقول ان الناس السود جبناء ومستعدين يعملوا اي حاجة عشان يحققوا اهدافهم. وأدل بيحاول يقنعه وبيقول له مش كل ناس مملكة السود زي كده، والناس العادية بتعاني من تصرفات ملكهم الأناني اللي شايف ان العالم كله ملكه ومفيش حد يقدر موقفه، وان الملك قادر يقتل شعبه حتى وكمان شعب البيض، ولو الملك مات واتغير العالم كله هيكون أهدى وأفضل لكل الناس. فاس بيتذكر ضعف الفرسان اللي هاجموهم قبل كده وبيحس ان الناس العاديين مش ذنبهم، لكن في الآخر بيصر وبيقول ان اللي بيحصل للناس مش من شؤونه وانهم أحرار يواجهوا مصيرهم. وأخيرا بياخد فاس الرسالة من أدل وبيبعتها لأيرس، لكنه بيرفض يسمح لهم يدخلوا القصر. وأدل بيستمر في الكلام بصبر وبيحاول يكسبه، ولحد ما بينجح فاس وبيدعوه يدخل وبيأمرهم يسيبوا أسلحتهم عند مدخل القصر وبيمشيهم جواه. وهم ماشيين وبيتكلموا بينهم بيأمرهم بالصمت وبيذكرهم انهم ضيوف ولازم يتصرفوا بشكل لائق، وان كل الكلام الرسمي لازم يكون قدام كل بما فيهم الملكة. وبيسأل أدل الأمير هم ناويين يقعدوا قد ايه؟ بيرد أدل انهم ممكن يمشوا في نفس اليوم حسب نتيجة المفاوضات او يقعدوا لليوم اللي بعده، لانه عارف ان المفاوضات مش هتكون سهلة. واخيرا بيقابلوا ايرس، وبصت ايرس على الامير وبرغم انه متخفي كحارس حست بحاجة مختلفة فيه، وبتقول لهم انها قرأت الرسالة اللي بعتها الملك بتاعهم فيها انه عايز المملكتين يتحدوا ويقضوا على بال، لكنها بتضيف انه حاسة ان لو بال اختفى الملك هيحول كل شغفه بالدم على مملكتها ويدمرها، وبتعترف ان بال تهديد حقيقي للمملكتين وبيحتاجوا حل طويل الامد، لكنها مش مقتنعة ان التحالف مع السود هو الخيار الصح. وبيتدخل الامير وبيقول ان الحرب ضد المملكة البيضاء مش هتنتهي الا لو الملك الحالي تخلى عن العرش. وأدل بيتفاجأ بكلامه لكنه بيتحرك بسرعة وبيحاول يسيطر على الموقف، وبيقول ان الملك الحالي حكم كتير من سنين وناوي يتنازل وان السلام هيجي قريب. وبعد انتهاء الاجتماع فاس بيوصلهم لغرفهم وبيقول لهم يفضلوا ضيوف. وقبل ما يمشي الامير بيسأل عن شخصية ايرس، وفاس بيلاقي السؤال مش مناسب وبيحذر الامير انه ما يتكلمش عن ايرس تاني، والامير بيعتذر وبيروحوا غرفهم. وفي نفس الوقت المركبة الطائرة بترجع وطيارها بيتساءل اذا المبعوثين رجعوا سالمين، وبيقولوا كانوا متوقعين ناس البيض يقتلهم اول ما يوصلوا، لكن واثقين ان لسان أدل الحلو هيخلي المفاوضات تمشي بسهولة. وبتوصل رسالة لجروسا بتقول لها ان فال طلب يشوفها اول ما ترجع للمدينة، ولما بترجع بتروح تقابله. وفي الطريق بعض الرجال بيتكلموا عن قوتها وبيقولوا انها قادرة تراقب اي حد حواليها، وبيتوقعوا انها استدعت عشان تواجه الشيطان اللي مخطط يهاجمهم قريب. جوه الغرفة الامير بيسأل أدل ايه اللي مضايقه، لكن أدل بيرد عليه بالسؤال وبيسأله ليه دايما بيتدخل في المفاوضات، وبيشرح الامير ان ناس المملكة البيضاء مش بيحبوا السود ودايما شايفينهم هم الغلطانين، وان استفزازهم هيخلي الامور اسوأ. الامير بيعترض وبيقول ان ايرس مختلفة وانه شايفها شخصية مسالمة وعايزة السلام. وفي اليوم اللي بعده ايرس بتناديهم لاجتماع تاني وبتقول انها فكرت في رسالتهم لكن عندها سؤال، وبتضيف انها عايزة توجه السؤال للامير، وده بيصدم أدل وبيحاول يوضح ان الامير مجرد حارس. بتصر ايرس انه يجاوب وبتسأله الناس في مملكة السود بيشوفوا التحالف ده ازاي فعلا. بينبهها المستشار بتاعها ان السؤال مش مناسب تسأله الحارس، لكنها بتصر انه يجاوب. وبيقول الامير للناس الموجودين ان شعب مملكة السود اتأثر جامد من اللي عمله بال، وانه ذبح عدد كبير منهم، وانه مؤمن ان تشكيل التحالف هيمنع موت ناس كتير ابرياء، وعشان كده هم مؤيدين التحالف. واليوم اللي بعده بتنادي ايرس لاجتماع تاني وبتعلن موافقتها على اتفاقيات التحالف. وبيقف فاس جوه القصر وبيراقب عرش ايرس الفاضي لانها سافرت لمملكة السود عشان تشارك في المعركة وسابته وراه عشان يحمي المدينة. وفي اللحظة دي
بتوصل شيما وبتدخل القصر عشان تسلم تقرير إعادة الإعمار اللي كانت متابعة تنفيذه لآيريس، لكنها بتكتشف إن آيريس مش قاعدة على عرشها، وبتسأل فاس فين آيريس، وبيقولها إن آيريس راحت مملكة السود، وبعدين بيديها الرسالة اللي استلمها من أدل والأمير، وبقراءتها بتكتشف جزء منها بيقول إن المبعوثين لازم يفضلوا في المملكة البيضاء لحد ما آيريس ترجع عشان يضمنوا رجوعها بأمان من مملكة السود. وبناء على ده بيقول فاس لشيما انه هيفضل في القصر عشان يحميه لو أدل او الامير حاولوا اي حاجة عدوانية، وشيما بتطمنه ان جهود اعادة الاعمار ماشية كويس جدا، وبيعبر فاس عن شعوره ان المبعوثين مش عندهم نية سيئة وانهم مش بيرتاحوا، وشيما بتتحمس تقابلهم، لكنها بتعترف انها حاسة انها مرهقة شوية، وبتطلب من فاس يعرفهم عليها بعدين. وفي مملكة السود بتوصل آيريس وبتحلق في السماء، وتاجر لسه مخلص يبيع بضايعه لزبون بيحس بشعور غريب بينتشر في المدينة، ولما الزبون بيمشي بيحس بحاجة وحشة هتحصل النهاردة، وفي نفس الوقت بيشوف آيريس بتطير فوقه، وبيقول لمراته تقفل المحل وتجمع أغراضهم لأنه شايف إنه أحسن ما يكونوش موجودين لما الحاجة الجاية تحصل. وبيستعد شعب مملكة السود مع الفرسان والسحرة بقيادة جروسا وفاليس لمواجهة بال، وما يعرفوش إذا المفاوضات مع آيريس نجحت ولا إذا هيقدروا يربحوا. ومع كده بيشجع فال الناس وبيقول لهم إن بال ملك الأنانية اللي بيكسر توازن العالمين رجع تاني، وإنه زي دايما قادر يدمر المدينة كلها في لحظة ويقتل معظمهم بدون سبب عشان بيستمتع بالدمار، وعشان كده واجبهم يوقفوه وينقذوا مدينتهم. وبيعترف إنه ممكن يكون صعب لكن دي مسؤوليتهم وهيقاتلوا عشان بيتهم. وبتبدأ المعركة وبيتبعت مجموعة من الوحوش السوداء تهجم على بال وبيهاجموه، لكنه بيرد عليهم بإيده وبيرميهم بعيد وبيقول لهم إنهم صغار جدا عشان يقاتلوا حد زيه. وبعدين بيواجه جروسا والسحرة بتوعها وبتطلق جروسا سهام عليه، لكن جسده المعدني بيكسرهم كلهم وبيمسكها الخوف، لكنها بتجمع نفسها وبتأمر السحرة يطلقوا الجولة الجاية. وبال بيضحك بسخرية وبيقول إن الحاجات الغبية دي عمرها ما تخترقه، وبيحاول يدمر المبنى اللي واقفين عليه، لكن جروسا بتنجو في اللحظة الأخيرة بالقفز من فوقه وبيهاجموه بأعمدة من النار كمان. وبيعترف إنه الخطة قوية لكنه بيصر إن الأعمدة مش كفاية تقتله لأنه يقدر يطير ويتفاداها. وفال بيقول له إنه عندهم قدرات أكبر وبيحاول يهاجمه مباشرة، لكن بال بيصر إن الوقت جه إنه يرد وبيستعد يطلق هجوم قادر يمحي المدينة كلها. وفي اللحظة دي بيظهر الملك المظلم أولا وبيأمر كل المواطنين يسحبوا من ساحة المعركة، عارف إن لو القتال استمر هيموتوا. وبال بيثني عليه على تصرفه النبيل لكنه بيقول إنه مش كفاية، والملك المظلم بيسميه ملك الأنانية، وبال بيسأله ليه مسميه كده، والملك المظلم بيرد إنه مفيش اسم أحق منه لأنه مجرد شيطان بيتحدى توازن الحياة. وبال مش مهتم بالاسم وبيقول إنه مش بيحب يتسمى شيطان أو وحش، ومع كده بيعتقد إن الملك المظلم ليه الحق يسميه وبينصحه إنه يحاول يجيب نور لحياته لو ناوي يحارب بجد. وأثناء المعركة بتوصل آيريس شايلة قيد أبيض عشان تقيد بال، وبال ما كانش متوقع وجودها وبيسأل بتعجب إيه اللي عاملاه هناك بسخرية من ملك الظلام لأنه ابتلع كبرياءه ودعا آيريس تحارب بداله. وملك المظلم بيتجاهل السخرية وبيعلن إن كل اللي يهمه هو توازن العالم، وإن لو تحقيقه محتاج تدمير بال يبقى بال هيتدمر، وبيحاول يمسك بال ويحجزه في سجنه الأبدي. بال بيتفاجأ إنه مش بيتقتل، وبعدين بيبدأ يفهم ممكن الملك المظلم ناوي يعمل له إيه جوه السجن. وفي الوقت ده آيريس قربت تخلص كل طاقتها وبالكاد عندها قوة ترجع للمملكة البيضاء. وفي المملكة البيضاء بيقابل أدل شيما وبيهزر معاها، بيقول إن عمره ما توقع رئيسة السحرة في مجتمع ضخم يكون عندها الجمال ده، وبتلاحظ شيما المجاملة فورا وبتحطه في مكانه بحزم. والأمير بيشوف آيريس بتعاني في الهواء
وبيجري يمسكها قبل ما شيما وفيوز يلاحظوا وصولها، وبيخفضها على الأرض. وشيما بتكتشف إن طاقتها خلصت، وبتأمر فيوز ياخد ايرس للقصر، وبتقول للأمير وأدل يقعدوا في غرفهم. شيما بتلاحظ إن ايرس كانت متوصلة بالرموز السحرية اللي كانت بتستنزف قوتها البدنية، وبينما هي بتعتني بيها بتطلب من فيوز يبلغ أدل والأمير بتقرير المعركة عشان يقدروا يرجعوا. وجوه غرفة الأمير بيبقى قلقان جدا على حالة ايرس، وأدل بيخش يهزر ويقول الأمير باين عليه معجب بشيما، مع إنه عارف إن الأمير فعلا معجب بأيرس. والأمير بيرد إن الوقت مش مناسب للكلام ده، وبيتحرك عشان يخرج. وفي اللحظة دي فيوز بيخش، والأمير بيسأله عن ايرس، لكن فيوز بيوبخه وبيقول له مالكش الحق تسأل عنه. وبعدين بيطمنوا إن ايرس هتبقى كويسة، وبيقول لهم إن الحرب خلصت وإنهم يقدروا يرجعوا الليلة نفسها. وجروسا بترجع لبيتها مرهقة ومتعبة، ولما فجأة بتقابل فال بيقول لها إن حبس بال كان نعمة كبيرة لمملكتهم، وبيضيف إنه عارف إنها تعبانة لكن لسه في رسالة لازم تتسلم للمملكة البيضاء، وبيديها رسالة تاخدها معاها. وهي ماشية بتفكر في أمير الظلام، وبتحس بالانزعاج لأنهم ما سمحوا لهاش تاخد راحة بعد الحرب، وبعتوها على طول للمملكة البيضاء. ومع كده بعد شوية بتهدى لما بتتذكر إن الأمير موجود في المملكة البيضاء، وإنها هتشوفه أول ما توصل. وفي الصباح في المملكة البيضاء نجوم التانوكي البيضاء بيطيروا فرحانين في السماء، والملكة اتحسنت وبتنادي أدل والأمير وبتعلن إن الحرب انتهت. أدل بيشكرها على مشاركتها في المعركة، لكنها بتقول إنها مش مستاهلة كل الثناء لأنها عملت القليل واستعارت جزء صغير من قوتها. وبينما مملكة السود عانت خسائر كبيرة ودمار في الأرواح والممتلكات، هي بتتمنى لهم الشفاء السريع. وأدل بيقول لها ما تقلقيش، وبيوضح إن مملكة السود فيها نوعين من الكائنات، بشر ووحوش، والوحوش بتقدر تتحمل المعارك لأنها بتتجدد، وبيحبوا مملكة السود لأنهم بينجذبوا للظلام. وبتقول ايرس إنها عارفة عن الوحوش، وبتتمنى إنهم لما يولدوا من جديد يحملوا جواهم روح النور. وبيعجب أدل بالطريقة اللي بتعامل بيها ايرس ناس مملكة السود من غير أي تمييز، وبيوعدها إنه لما يرجع مملكته هيكلم الملك ويستعطفه إنه يوقف الحرب مؤقتا ضد مملكة البيض عشان الكل يعيش في سلام، خصوصا إنه كان قال له قبل كده إن ملك الظلام بيقتل أي حد يعرضه أو يحاول ينصحه. وبيسأل فيوز إذا كان أدل متأكد إن دي فكرة حكيمة لأنه ممكن يكلفه حياته، لكن أدل بيرد إنه مؤمن إن المحاولة أفضل من عدم فعل أي حاجة خالص، وعشان كده مستعد ياخد المخاطرة. وفي اللحظة دي بيتم الإعلان عن وصول رسول تاني من مملكة الظلام، وبيسألوا ايرس يعملوا ايه، وبتأمرهم يسمحوا له يدخل القصر. وبتوصل جا وبتعتذر لايرس على دخول المملكة من غير إشعار مسبق، وبتسألها عن سبب زيارتها، وبترد انه جايب رسالة من الملك، وبتطلب من ايرس تقرأها. وبمجرد ما بتخلص قراءة الرسالة بيبان ان ملك الظلام طالب بتمديد الهدنة بين المملكتين عشان مملكة الظلام تاخد وقت كافي لإعادة بناء نفسها والرجوع لحالتها الطبيعية. وبيعلق فيوز لأدل ان ده على الأقل هيأخر مقترح السلام اللي كان ناوي يقدمه، وهيخليهم يستمتعوا بالهدنة شوية. ايرس بتوافق على الاقتراح، وبتقترح ياخدوا الضيوف في جولة في مملكة البيض عشان يفهموا طبيعتها أفضل. ولما بيطلعوا من القصر بتعبر شيما عن قلقها على صحة ايرس، وبتسأل إذا كانت أحسن وقادرة تمشي، وايرس بترد إنها كويسة. وبيخرجوا برا القصر وبيشوفوا ثيو واقف جنب الشجرة وبيسلم على اخواته، وبيسألهم الضيوف الثلاثة دول مين. ولما قالوا لها انهم من مملكة الظلام بيخافوا بيجري يستخبى ورا شيما بسرعة، وبيطمنون الناس دول طيبين ومش هيأذوه. وبيطلع وبيعترف انه ممكن فعلا يكون في ناس طيبة في مملكة الظلام كمان، وبيبدأوا يتكلموا وبيسألوه بيعمل ايه هناك، وبيقول انه بيحاول يعالج نجمة تانوكي مصابة وبيقرب منها وبيستخدم سحره لعلاجها. وده بيخلي فيوز يسأله اتعلم السحر ده منين، وبيقول له ان شيما علمته. لكن فيوز بيعترض وبيقول انه ما ينفعش يبقى ساحر بعد ما كان اعلن انه عايز يبقى فارس. وثيو بيهزر وبيقول انه ما عادش عايز يبقى فارس لانه لو بقى هيترقى ويبقى قائد ويخلي فيوز نائبه. وكلهم بيضحكوا وهم بيتفرجوا على نجوم التانوكي وهم بيلعبوا مع بعض. وبتعلق بروسا ان نجوم التانوكي البيضة في مملكتهم لطيفة وجميلة ومطيعة،
اما اللي في مملكة الظلام مش الا مصدر ازعاج رغم انهم لسه لطيفين. ايريس بتتحمس تشوفهم لكنهم بيقولوا لها مفيش حاجة لطيفة فيهم لانهم سود ومخوفين. ولما الكلام اتحول للسود، البيضة بيقولوا ان السود لابسين اسود من راسهم لرجليهم كله اسود، وده اللي بيخليهم مختلفين. والسود بيردوا ان البيضة كمان لابسين ابيض من راسهم لرجليهم، ونتيجة لكده بيقرروا يبدلوا اللبس عشان كل واحد يحس باحساس التاني. وفيوز بيبدل لبسه مع أدل، وكل واحد فيهم بيبقى شكله جميل جدا. وشيما بتروح تغير مع جا، لكن جوه غرفة التغيير ايريس بتعبر عن رغبتها تشارك كمان. وبما ان مش مناسب انها تعطي لبسها لضيف، شيما بتقترح ان ايريس تلبس لبس جروسا وجروسا تلبس لبس شيما، وبيخرجوا الاتنين شكلهن جميل. وبيسألوا الأمير يختار مين أعجبه أكتر، وبيرد إن الاتنين حلوين. وبيرجعوا بيت شيما وبيلعبوا شطرنج، وأدل بيقدر يهزم فيوز كذا مرة. ولما الوقت بيتأخر، شيما بتقترح إن فيوز يودي الضيوف لغرفهم، لكن ايريس بترفض لأنها مستمتعة بشركتهم، وبتشتكي إنها ما استمتعتش كده من زمان. وثيو بيضيف إنه من يوم ما بقت ملكة ما عادتش تيجي بيتهم على العشاء، واضطرت تقعد في القصر عشان تهتم بالمملكة. وأدل بيقترح يكملوا اللعب لحد ما فيوز يكسب، لكن فيوز بيعترض لأنه عارف إنه ممكن عمره ما يكسب. وبيستمروا يهزروا ويلعبوا لحد ما بطونهم بتجوع، وشيما بتعرض تطبخ لهم. وأدل بيستنى الأكل بحماس، وبيأمل إنه يكون أحسن من الوجبات اللي كان بياكلها قبل كده في المكان اللي كان مقيم فيه. لكن أول ما دقوه بيشتكوا إنه ناقص ملح وطعمه باهت. وجروسا جابت أكل معاها من مملكة الظلام، ولما قدمته للناس في مملكة النور اشتكوا إنه مالح جدا. وفي اللحظة دي بيكتشفوا إنه لو عايزين يعيشوا سوا في سلام محتاجين تنازلات أكتر. والأمير بياخد الأكل من مملكة الظلام وبيخلطه مع أكل مملكة النور، وبياكلوا بيلاقيه ممتاز. والآخرين بيجربوا بعده وبيحبوه جدا، وبيكملوا الأكل من الخليط لحد ما القدر يفضى. وبيتكلموا عن أكل تاني، وفيوز بيعترف إن في أكل أحسن من اللي أكلوه دلوقتي، وهو الخضار البري الأخضر اللي ايريس بتجمعه بنفسها. والخضار البري ده مشهور وكمان موجود في مملكة الظلام، لكن الأمير بيعبر عن رغبته يجرب خضار مملكة البيضة لأنه بيعرف إنه هناك بيمتص ضوء أكتر، وعشان كده طعمه أحسن. ولما ايريس بتسمع ده بتقترح يروحوا سوا يجمعوا الخضار البري، لكن بيذكروها إن الوقت متأخر، وبيقرروا يعملوا ده اليوم اللي بعده. وفي الليل الأمير بيلاقي صعوبة في النوم، وبيجري في الممر وبيقابل جروسا، وبيسألها هو بيفكر في ايه وهل هيقدر يحكي لها، وبيشاركها افكاره. وبيقول لها انه شايف ان ايريس شخص عادي جدا ومش معقد، وبترد ان هو نفسه زي ايريس شخص عادي، وده بالظبط السبب اللي يخليه يستحق يبقى ملك الظلام. وبتتمنى انه يصعد للعرش قريب، وبتوعد تدعمه كل ما يحتاج. هو بيشكرها وبتقوله ينام بدري عشان يطلعوا بكرة يجمعوا الخضار البري. وفي نفس الوقت ايريس كمان بتلاقي صعوبة في النوم، وبتقعد تفكر في يومها المليان بالمغامرات. وفي الصباح الكل بيتجه للغابة تحت قيادة ايريس لجمع الخضار، وايريس متحمسة جدا وبتجري لقدام. وشيما بتقول لها مفيش داعي للعجلة لان الخضار مش هيمشي من مكانه. وايريس بتصر انها متحمسة وعايزة توصل بسرعة. ولما بيوصلوا الغابة ناس مملكة الظلام بيتفاجئوا وبيسألوا هل ده فعلا المكان اللي بيتجمع فيه الخضار. بتشرح ايريس ان في اماكن كتير ممكن يجمعوا منها الخضار، بس هي بتفضل المكان ده عشان الخضار هناك بياخد نور احسن وبكده بتكون جودته اعلى. بتوريهم ازاي يجمعوا الخضار، وبتقترح أدل انهم يتقسموا المجموعات عشان النشاط يبقى ممتع اكتر. كل الناس بتوافق على الفكرة، وبيحبذ فيوز يكون مع ايريس في نفس المجموعة. غراسة بتأمل تجمع خضار مع الامير. لما بيسألوا أدل ازاي هيقسم المجموعات بيشرح لهم انهم هيكونوا ازواج، كل واحد من مملكة النور مع واحد من مملكة الظلام عشان يعرفوا بعض اكتر. جا مش مرتاحة قوي للفكرة، بس بتوافق في الاخر لان مفيش قدامها خيار تاني. بيقعدوا يفكروا ازاي يقسموا المجموعات، وبيصر فيوز انه لازم يفضل جنب ايريس عشان الامان.
ايريس بتقاطعهم قبل اي حاجة وبتقول لهم ان في تعليمات كتير لازم يعرفوها عن جمع الخضار البري. بتشرح ان بعض الخضار بتبقى مرة لو كبرت زيادة، عشان كده لازم يختاروا الصح بعناية. بعدين بتوريهم الطريقة الصح لقص الفروع وجمع الخضار. في اللحظة دي كل الناس بتلاحظ انها اكتر واحدة عارفة في الموضوع ده، فبيقرروا ان الافضل انها ما تشاركش في اي مجموعة وتفضل واقفة لوحدها تراقبهم. بالتالي أدل بيبقى مع شيما، جروسا وفيوز. الأمير بيبقى مع ثيو، وكل الناس بيبدأوا يدوروا على الخضار. أثناء البحث بيحاول أدل يقرب من شيما ويعرفها أكتر، بس هي مش متقبلة سلوكه اللطيف قوي. لما بيقول لازم نعرف بعض بتوافق على مضض وبيكملوا يدوروا مع بعض. بيشوفوا نبات شكله جميل جدا في عين أدل، بس شيما مش متأكدة إذا كان صالح للأكل. أدل بيحس مفيش داعي للكثير من الحذر وبيقترح يقطفوا الأول ويتأكدوا بعدين، بس شيما بتصر تقول الأفضل نسأل قبل ما نقتطفه. بينادوا ايريس وبياخدوا رأيها قبل الجمع. أدل بيعلق إن الأمور مختلفة في مدينته وإنهم بيحترموه وبيخضعوا الرأي الملكة في معظم الأمور قبل ما يتصرفوا، بس شيما مش شايفة نفس الإحساس وبتعتبر الأمور دي آراء شخصية ومش لازم تكون إجبارية. في الوقت نفسه الأمير مع ثيو، ولما بيلاقوا نبات أخضر مش متأكدين إذا صالح للأكل بينادوا ايريس يسألها. هي بتفحصه وبتقولهم آمن للأكل وبتوجههم يجمعوه. لما بيتقدم ثيو ايريس بتسأل الأمير إذا ممكن تفضل معاهم وتجمع الخضار وبيرحب بيها. أثناء الكلام بيحصل لمس إيد بدون قصد وبيعتذر فورا. في مكان تاني فيوز بيكون صاحي طول اليوم ماسك سيفه وما بيسيبوش، وده بيخلي غراسة فضولية وبتسأله ليه متوتر كده. بيجاوبها انه لازم يفضل صاحي عشان سلامة ايريس ويتأكد انها آمنة. جاء بتروح تشوف الباقيين، وفي نفس الوقت فيوز بيقول لها انه شايف شعب مملكة الظلام بيثقوا في بعض اكتر ومش عايشين في خوف متبادل. جروسا بتحكي له عن مشاعرها وبتقول السبب ورا الثقة دي هو الأمير، وبتفسر انها شايفة انه عنده قدرة يقود مدينتهم وفعليا بيعمل كده. وبتفكروا بالمحادثة اللي سمعها منه قبل كده لما قال انه لو لازم يقتل ويدمر عشان يبقى ملك لازم يلاقي طريق تاني. هي حست ان فكرته عن عمل عالم جديد لمستها بعمق وانه فعلا عنده القدرة يحقق ده، وعشان كده ناوية تمشي وراه للنهاية. كل الناس خلصوا جمع الخضار وجمعوا اللي قدروا يلقوه. ايريس بتراجع اللي جمعوه وبتكتشف ان اغلبهم اختار خضار صالح للاكل ما عدا شوية زي فيوز وغراسة اللي ما سألوش ايريس واخدوا نباتات مش صالحة. ايريس بتعرض تطبخ لهم وفيوز مبسوط. هي والبنات بيروحوا يغسلوا الخضار والرجالة بيروحوا يجمعوا حطب. أثناء الغسيل غراسة بتلاحظ إنهم بيغسلوا الخضار كويس أكتر من شعب مملكة النور عادة. بتشرح إن في مملكة الظلام الخضار بتتنقع طول الليل عشان يروح المرارة، في حين شعب مملكة النور بينقعوها دقائق قليلة. بيردوا يمكن عشان نقاء الروح. فجأة ثيو بيختفي وكل الناس بيبدأوا يدوروا عليه. الأمير بيجري يسأل ايريس إذا تعرف مكانه، وأثناء ما بيجري بيتزحلق وبيتصادم بيها، بتقع في المية وبعد كده هو بيقع فوقها. بيعتذر فورا وبيسأل إذا ممكن تساعده يلاقي ثيو. بتقوله إن ثيو راح مع شيما وجروسا. بيعتذر تاني وبيساعدها تطلع من المية. بعدين بينشفوا هدومهم. بعد شوية ثيو بيتقابل مع فيوز. بعد فترة كل الناس بيتجمعوا وبيبدأوا يطبخوا، ولما بيقعدوا ياكلوا شعب مملكة الظلام بيعترف ان خضار مملكة النور اقل مرارة من اللي متعودين عليه، بس طعمها باهت شوية. وشعب مملكة النور حاسس ان الطعم عادي ومقبول. شيما بتجيب ملح وبتقترح نضيف شوية، ولما عملوا كده كل الناس بيستمتعوا بالأكل. فيوز بيقترح ان المندوبين يبلغوا ملكهم عن إمكانية إقامة علاقات تجارية بين المملكتين عشان يبادلوا المعرفة في الأكل والملابس. بس ايريس بتوضح ان الموضوع لازم يكون اكبر من مجرد اكل. بتشوف ان لازم يقابلوا بعض ويتعاملوا اكتر، وهي نفسها عايزة تقضي وقت معاهم تاني. بعد ايام الملك بيطلب من المندوبين يرجعوا المدينة. أدل ماشي على الطريق مع الامير وبيتضايق ان الملك مستعجل جدا ومش عايز يسمح لهم يقضوا ايام اكتر. بيلاحظ فيوز قدامه وبيسأله بيجري بيهم عن ايه. أدل بيبصله بقلق، وفيوز بيسأله إذا خايف إيه هيحصل لما يرجعوا أرض مملكة الظلام. أدل بيرد مفيش داعي يقلق، هو هيكون تمام.
فيوز بيفكروا باللي لازم يعملوه أول ما يوصلوا مدينة مملكة الظلام. أول حاجة اقتراح اتفاقية تجارة بين المملكتين. عادل بيطمنه إنه هيقول للملك إن شعب مملكة النور مش أشرار وممكن يعيشوا في حالة توازن. على السفينة شعب مملكة النور بيمدوا أكل وحاجات تانية لشعب مملكة الظلام. غراء بتنسق نقل البضائع على السفينة وبتفكر قد إيه هتفتقد الأيام دي. فيوز بيرجع سيوف عادل والأمير وبيوصلهم للقصر، وبيقابل ايريس وهي بتكتب رسالة بتقترح فيها إقامة اتفاقية تجارة بين المملكتين، وبتطلب منهم يوصلوا الرسالة للملك. عادل بيطمنها انهم هيسلموا الرسالة. بعدين بيسألها يعني ايه التوازن. هي بتقوله ان التوازن يعني المملكتين يعيشوا في سلام وانسجام، بس بيضحك وبيرد ان ده مش توازن في نظره، وان اقوى محارب ما عملهمش عشان يعيشوا في التوازن ده. من وجهة نظره شعب مملكة النور عايش في نور ما شافهوش شعب مملكة الظلام قبل كده، بيستمتعوا باكل كويس وحماية وحياة هادية، في حين شعب مملكة الظلام خدوا أسوأ نصيب من أقوى محارب، ما خدوش منه أي بركة وما استفادوش بحاجة. لذلك التوازن الوحيد في نظره هو أن مملكة الظلام تحكم العالم كله. القوى السوداء بتغمره، كورونو بتكبر وبيمسك سيفه بنية قتل ايريس. الوضع بيبقى خطر جدا ومفيش وقت للحراس يتدخلوا. قبل ما ينجح الامير بيخرج سيفه وبيقطع عادل نصين. بيستغرب كل الناس وبياخدوا وقت عشان يفهموا حصل ايه. بيأمر الفرسان فيوز يمسك الامير، وفيوز بيغضب وبيقول انه كان احمق انه صدق ان نوايا المندوبين كانت كويسة. بيطلع كل غضبه على الامير، بيضربه وبيركله قبل ما يؤمر باعتقاله. في اللحظة دي ايريس بتبدأ تشك اذا كانت فعلا بتاخد القرار الصح، وبتنادي عليهم يوقفوا، بس محدش بيسمع وبياخدوا الامير للسجن. في الوقت ده جروسا بتستغرب من اللي بيحصل جوه القصر وبتستنى الامير، بس البحارة بيقولوا لها انهم لازم يمشوا فورا لان المندوبين اتقبض عليهم ومحدش يعرف ايه اللي حصل بالظبط. بعد ما فيوز اصدر امر لاعتقال الامير، الغضب بيتحول لنفسه وبيبدأ يلوم نفسه. بيقول لنفسه انه كان احمق لانه كان متأمل ان الامور هتتغير. شيما بتيجي تهديه وتواسيه، تقول له انهم ما كانوش عارفين هيحصل ايه وانهم ما كانوش غلطانين لما صدقوا المندوبين. فيوز بيشتكي من التعب وبيقول انه كان سعيد لان كان في امل حتى لشكل صغير من الوحدة بين المملكتين. بعدين بيسألها اذا كانت فعلا مؤمنة ان التوازن ممكن يحصل بس من خلال العداوة والقتال، وكمان بيتساءل إذا كان الفرسان مقدر ليهم يقاتلوا طول العمر. بيجي ثيو في الحوار وبيسأل فيوز ليه متوتر كده من مستقبل ممكن ما يجيش أصلا، لأن المستقبل مجهول ومحدش هيعيش للأبد، وبيكون متأكد إنهم مش هيعيشوا للأبد برضو، فليه كل القلق ده؟ بعدين بيحكي لهم عن مشاجرة حصلت مع جيرانه امبارح، ومع إنها مش خلصت لسه هو متأكد إنها هتخلص قريب لأن محدش يقدر يقاتل للأبد. بعد كده بيسيبهم واخواته بصمت بيتمنوا إنه ما يكبرش ويبقى محارب في الحروب دي. من ناحية تانية ايريس بتكون محبطة جدا، قاعدة وبتفكر تعمل ايه عشان تحقق التوازن والوحدة. فجأة أقوى محارب بيظهر قدامها وبيقول لها إنه عشان تحقق التوازن والوحدة اللي نفسها فيها لازم تبقى واعية تماما لقدرتها على حماية اللي يهمها وبعدين تحميه بجد. في السجن الأمير بيبقى محتار ومرتبك، مش قادر يفهم الغلط اللي عمله. بيتذكر ازاي فيوز هاجمه وضربه وبيقول لنفسه انه مش عارف كان المفروض يعمل ايه. بيتساءل اذا كان الملك امر عادل سرا يقتل الملكة، ولو كده يبقى الملك كان ليه سبب ويمكن كان المفروض ما يتدخلش خالص. مش متأكد اذا قراره ده صح وحاسس بالضياع التام. فجأة بيشوف قطة بيضة واقفة قدام باب زنزانته. الباب بيفتح فجأة والقطة البيضة بتناديه. بيستغرب وبيتساءل إذا كانت عايزة تقوده للخروج، فبيتبعها في الممر. القطة بتتحول لجوهرة وبتخرج ايريس منها، والرماح بتتحطم وهو ماسكها في حضنه. بيتكلموا مع بعض. ايريس بتقول له قد ايه نفسها في السلام، بيرد انه نفسه في نفس الشيء وبيقول له هويته كأمير الظلام ووريث ملك الظلام في المستقبل. ايريس بتقول له انها كانت حاسة بده وعارفة انهم الاتنين بيعملوا على نفس الهدف. بيقول ان نفسه يحقق التوازن الحقيقي وبيطلب منها تنتظره. بعدين بيرجع في طريقه لمملكة الظلام وهو شايل الامل للوحدة في قلبه. ايريس بتمشي وبتفكر فيه، بتقول لنفسها انه كان موجود دايما بس مقيد
ومن اللحظة الأولى شافته عرفت فورا إنه الأمير، ومع ذلك لما بتلاحظ تصرفاته وطريقته في التفكير بتخاف إنه ممكن ما يقدرش يتحمل كامل عبء الملك زي المطلوب، وممكن ما يبقاش الملك الحقيقي اللي العالم محتاجه. ومع كده بتحس إنها مش هتلاقي فرصة تانية تتكلم معاه لوحدها قبل ما يمشي، وبتكون مبسوطة إنها أخيرا قدرت تتكلم معاه. بتفتكر كلامه إنه سوا هيجيبوا السلام للعالم، ووعده يساعدها، وهي متمسكة بالوعد ده وبتأمل إنه يقدر يحققه. بعد كده شعب مملكة الظلام بيهاجم مملكة النور تاني، وأيرس بتطلع تقاتلهم. لما المعركة بتخلص بترجع للقصر. شيما وفيوز بيخبروها إن أعداد كبيرة من الوحوش بتتجمع حوالين مدنهم في كل مكان، وحاسين بهجوم ممكن يحصل في نفس الوقت. ايرس بتأمرهم ينبهوا الفرسان والسحرة يكونوا في أقصى جاهزية، وبتأكد إنها نفسها تكون جاهزة وتروح تدعم أي مدينة تتعرض للهجوم. ومع كده كانت عارفة إن مغادرة المركز الرئيسي هتعرض القصر نفسه للخطر، فبتكلف فيوز يفضل في القصر ويدافع عنه ضد أي هجوم. في اللحظة دي فيوز بيطلب إذن يروح في مهمة، طلب شبه مستحيل لأن البلد كلها في خطر، وكسيد الفرسان ما ينفعش يسيب مكانه. بيبرر موقفه وبيفكرهم إن الملكة اتأذت في المعركة الأخيرة ولسه ما تعافتش بالكامل. بيقول إنه عايز يدور على علاج لحالتها مهما كان الثمن، مع إنه مش عارف ياخد قد إيه وقت. مع أهمية سبب طلبه كل الناس حست إن الخطر كبير قوي عشان يسمحوا له يمشي. رفضوا طلبه، والملكة أصرت إنها تتعافى وطلبت منه ما يقلقش عليها، وأمرت الكل يكملوا التدريب مع وحداتهم ويتأكدوا إنهم جاهزين لأي هجوم خارج القصر. شيما بعد كده بتقول للملكة إن فيوز كان صادق في كل اللي قاله، وإنه فعلا محتاج يروح يدور على علاج لمرضها، ومع ذلك هي نفسها ما قدرتش توافق على مغادرته، وسألته مين هيقود الفرسان مكانه. هو بيسألها إذا كانت تقدر تتحمل المسؤولية بدلا منه. شيما بتستغرب، تسأل إزاي ممكن تؤمر السحرة والفرسان مع بعض، ومصر على إن ده مستحيل. بعدين بيقترح يدي الدور لثيو بدلا منه، اقتراح غريب جدا لأن ثيو مش فارس ولسه طفل صغير. شيما افترضت إن أخوها بيهزر فبتمشي بعيد. فيوز بيكمل يفكر في حل ينقذ أيرس. رفيقه لاحظ قلقه وقال له إنه عنده حل لمشكلته. شرح له إن جسم الملكة سليم، بس قوتها لسه ما اتصلتش بالطاقة اللي كانت بتستخدمها في القتال، وبالتالي محتاجة مكان فيه طاقة طبية قادرة تعالجها بكثرة. لو قدروا يجيبوا لها جزء من الطاقة دي هتتعافى فورا بدل ما تستنى الشفاء الطبيعي. قال له إنه يعرف مكان الطاقة دي، بس المكان خطير جدا ومحدش دخل المكان ده ورجع سالم تماما. بيسأل فيوز إذا كان المكان فعلا خطير لدرجة إن حتى القائد العظيم لفرسان النور أو حتى العفريت ممكن ما يعيش. بيرد عليه إن البقاء على قيد الحياة ممكن، بس بيتساءل إذا كانت الملكة هتسمح له بالمغادرة في وقت حساس زي ده. فيوز بيكذب وبيقول إن أيرس وافقت على مغادرته، وبيقرروا ينطلقوا فورا. في نفس الوقت شيما بتكمل تدريبها مع السحرة لحد ما فارس بيجي وبيقول لها ان فيوز اختفى. بتهرع فورا تبلغ ايرس، بتقول لها انها شايفة ان فيوز راح يدور على علاج لحالتها. بتعتذر بس ايرس بتطمنها انه مفيش داعي للقلق وانهم يقدروا يتعاملوا مع الوضع. فيوز فعلا غادر مع العفريت ناحية الجبل وبيوريه الطريق، بيحذروا انه محدش من البشر دخل المكان ده ورجع سالم تماما. فيوز بيصر انهم هينجحوا. في الوقت نفسه في مدينة السود الامير بيتذكر اخر مواجهة له مع البيض في اليوم ده. محدش يقدر يعرف انه قابل الملكة، فبيركب السفينة بسرعة وبيغادر. ومع كده من ساعة ما رجع المدينة ما قدرش يقابل الملك. بيتساءل إذا كان السبب حادثة أدل، بس مش مهتم جدا بمقابلة الملك. اللي شاغل باله أكتر هو أيرس. بيحس إنها شايلة حمل ضخم على كتافها الصغيرة، مش بس حمل البيض لكن حمل العالم كله، وبينتظر اللحظة اللي يقدر يساعدها فيها. بيكمل تدريبه مع فاس، بيتدرب بسرعة وقوة خارقة. فاس بيتفاجأ وبيسأل إيه اللي خلاه يتدرب بالشدة دي. بيتساءل إذا كان أصبح أكثر تصميما بعد ما رجع من عند البيض. الأمير بيسأل فاس عن البيض والسود، وفاس بيقول له إن الملك أعلن قطع جميع التعاملات بين البيض والسود وإنه ما ينفعش يفكر فيهم حتى. بعد كده الأمير بيسأل فاس عن معنى التوازن وعن وجهة نظره. البيض عايشين بعيد عن السود، ومع ذلك الملك لسه بيسأل نفسه هل ده ممكن يتسمى التوازن؟ فاس بيعترف إن ده سؤال حتى الملك نفسه ما لقالوش جواب واضح.
بيشرح انه نفسه العالم كله يبقى اسود، لان بس كده من وجهة نظره يقدروا يوصلوا للتوازن اللي محتاجينه. ومع ذلك الامير بيسأل تاني، لو ده كان التوازن يبقى المستقبل هيقول ايه لو البيض انقرضوا بالكامل؟ فاس بيرد ان التفكير في المستقبل ده مش مسؤوليته. بعدين بيكملوا تدريبهم، بيجي جارو يلتقي بيهم وبيعلن ان الملك امره تصعد الجبل مع الامير لمقاتلة وحوش هجمة المنطقة، لانه شايف ان الفرسان العاديين مش هيقدروا ينتصروا. الامير بيروح معاه، واثناء الطريق بتبدأ تتكلم عن البيض. لما بيقابلوا الوحوش جروب تقع في نفق تحت الارض، والامير بيقفز وراها. بيبدأوا يفكروا يخرجوا ازاي. فجأة وحش ضخم بيظهر وبيهاجمهم، بيخليهم مش عارفين يتصرفوا ازاي للحظة. في نفس الوقت الملكة بتعرف عن هجوم الوحوش وبتجمع فريقها للتحضير للمعركة. في الوقت ده إيلانيس وفيوز لسه ماشيين في الطريق المهجور. في نفس اللحظة ايريس بتقاتل الوحوش. أثناء المعركة ايريس بتفكر في ثقل مسؤوليتها، بتقول لنفسها انه من ساعة ما بقت ملكة البيض هي مش شايلة مسؤولية البيض بس، لكن مسؤولية توازن العالم كله، توازن كل الناس، ولازم تحافظ على التوازن ده. مش متأكدة إذا كان التوازن يعني إن الطرفين لازم يقاتلوا بلا نهاية، ومش عارفة مستنياها إيه لحد نهاية حكمها. الحمل ثقيل جدا وبتحس إنها مش هتقدر تتحمله لوحدها، فبتفتكر كلام الأمير لما قال يوما هيحمل الحمل ده عنها. بعد كده في مملكة البيض عرفوا إن الوحوش السود هجمت بأعداد كبيرة، فطلعوا يقاتلوا. في نفس الوقت فيوز وإيلانيس بيكملوا رحلتهم نحو القطارات المتلألئة. الطريق قدامهم مسدود، فإيلانيس بيستخدم سحره يعمل ممر، بس ده سبب تصدع في الجبل وفيوز كان قريب يقع فيه. إيلانيس بيجري يمسكه يسحبه للأمان، لكن سيفه وقع في الصدع. فيوز بيشكروا بيكملوا رحلتهم. في مدينة البيض ايريس بتلاقي صعوبة تقاتل الوحوش لوحدها، وقوة شيما بدأت تقل كمان. لما عدة وحوش بتواجه شيما والصحراء معاها ما قدرتش تهزمهم، فايريس بتضربهم من فوق. بعدين بتقول لهم انهم محتاجين يتجمعوا ويرددوا تعويذة الوحدة. ضوء عظيم بينتشر على المدينة وحاجز حماية بيتكون حواليهم. بتقول لهم انهم دلوقتي امنين، بس الحماية مش هتدوم طويل ولازم يرتاحوا ويستعدوا يقاتلوا تاني. ايريس منهكة وبتنهار من التعب، فشيما بتاخدها اوضتها وبتقول لها ترتاح شوية. في الغابة فيوز وإيلانيس بيشوفوا مكان شكله غريب. إيلانيس بيهاجم المكان بقوته وبيدمره، وده بيصدم فيوز لانه قدر يستخدم القوة دي من غير رموز. اطلس بيشرح له انه ما كانش هيقدر يهجم من غير الرموز، وانه كان مخبي شوية معاه، وورى فيوز مكانها. فيوز بيقول له انه واحد من افضل المقاتلين ومفيش محارب اعلى منه في المملكة. بيكملوا رحلتهم وبقوا قريبين جدا من هدفهم. بيلاقوا مدخل مختوم، فإيلانيس بيدمروا وبيدخلوا بيشوفوا جدول من القطارات المتلألئة، وفيوز بيجري يقطفها، بس العفريت بيوقفه وبيقوله ان المكان فعلا شديد الحموضة وان الاقتراب اكتر هيخربه. بيرمي حجر جوه وبيشوفوه بيرجع متكسر قطع صغيرة. بيقول لفيوز انهم لازم يرجعوا يرتاحوا ويخططوا صح، بس فيوز بيرفض حتى لو ده يكلفه حياته. بيصر انه لازم يتأكد ان القطارات توصل لأيريس. بيكون متأكد ان المملكة ممكن تكون تحت الهجوم في اللحظة دي وما عندوش وقت يضيعه. بيدخل السائل الحمضي بنفسه وبيمسك القطرة. من ناحية تانية روزا بتساعد الامير يهزم الوحش. بيشكرها وبيكملوا يدوروا على طريق يوصلهم لقمة المملكة. على الطريق بتسأله اذا كان شايف انهم مش هيقدروا يزوروا مملكة البيض تاني، وبتقوله انها استمتعت بوجوده معاهم. بتقول انها مش عارفة الملك بيعمل ايه، بس مفيش حد فيهم يقدر يعارضه. بعدين بتقوله انها مسكت شوية سمك قريب وعايزة تاكله، وبتسأله اذا كان حابب ينضم ليها. بيوافق وبيروحوا لبيتها. في بيتها بتشكره انه جه معاها. بتقرب منه تمسك ايده، وبتقوله انها عارفة ان نواياه تجاه المملكة نبيلة وانها عايزة تدعمه. كمان بتقوله انه من اول يوم شافته كانت معجبة بيه، رغم انها عارفة انه بيحب ايريس ملكة النور وعايز يكون معاها. قبل ما تمشي بتقوله انها دايما هتدعمه
مهما اختار يكون مع مين. في النهاية فيوز وإيلانيس بيرجعوا لمملكة البيض بالقطرات المتلألئة وبيقدموها للملكة، بيستخدموها عليها وبتتعافى فورا. بتقول إيز لفيوز اللي حصل وهو غايب، بيرد انه سمع عنه من الفرسان. بتقول له انهم مش عارفين المدة اللي الحاجز هيفضل فيها ولازم يكونوا مستعدين. لما ايريس بتتعافى بتتمنى وبتفتكر وعد الامير ليها، بتتمنى انها تقدر تقود طريق النور معاه. فيوز بيجي وبيقاطعها، بيشوفها بتعمل كده بشدة وبيقول لها ما تتعبيش نفسك كتير لان معركتهم مع مملكة الظلام قربت وبيحتاجوا كل قوتها. ايريس بتشكره وبتعتذر لانها دايما بتسبب لهم مشاكل، وبتشكره على القطرات المتلألئة. بيرد انها مفيش داعي للقلق لان ده واجبه الرسمي كفارس. القائدة كمان بتعبر عن قلقها، بتقول انها دايما اعتمدت عليه وعلى اخته ومش عارفة كانت هتعمل ايه من غيرهم. بس فيوز بيعد انها كل عيلته هيفضلوا في خدمتها لحد اخر يوم. بعدين بيخرج يدرب فرسانه استعدادا للمعركة. في اليوم ده الأمير بيصحى بحس غريب، بيخرج من المدينة وبيسمع تاجر بيقول إن اليوم ده هو المعركة النهائية ضد البيض. تاجر بينصح الناس يستمتعوا على الأقل قبل المعركة لأن اللي هيستنى يستمتع بعد كده ممكن ما يلاقيش الفرصة. لما التاجر يشوف الأمير يتفاجأ إن الأمير ما ادعاش للمعركة. بيسأله إذا كان تمرد. الأمير بينكر وبيتساءل بنفسه ليه لا هو ولا جروسا ادعوا. بعض الأطفال بيجوا للأمير وبيسألوه رأيه في المعركة. بيقولوا إن أمهم قالت لهم لازم يفوزوا لأن جزيرة البيض الطائرة بتخلي هدومهم ما تتبهدلش بسرعة، وعشان كده أهاليهم قالوا لهم إنهم هيفوزوا. بيسألوه إذا كان هو كمان مؤمن إنهم هيستفيدوا. بيرد بنعم. فجأة واحد من الحراس بيقرب وبينادي الأمير بيسأله ليه جه، والحارس بيرد إنه بعتله عشان يستدعيه. الأمير بيروح معاه وبيعدي على جاء قبل ما الحرب تبدأ، قبل ما المعركة تشتعل. فيوز وشيما بيسألوا ثيو هيعمل ايه لو الحرب ما انتهتش لصالحهم. بيرد إنه هيهرب وينقذ نفسه. بيقفز في النهر يستخدم السحر. بيقولوا له إن ده لازم يكون آخر حل، وقبل ده لازم يدور على مكان آمن يختبئ فيه. بيطمنهم إنه هيحمي نفسه وبينصحهم يهربوا لو حسوا إن الحرب بقت كبيرة عليهم. فيوز بيتفاخر إنه مستحيل يخسر وإن حتى لو اضطر يقاتل مهما حصل هيستمر. بيصر على القتال. ثيو بيفكر إنه لو قاتل مهما كان الثمن هينتهي بيه المطاف يقاتل لوحده، ولو ده حصل أحسن له إنه يهرب. فيوز بيرد الأخوه إن طالما بيقاتلوا جنب ايريس مش هيخسروا أبدا، وبيقسم لنفسه إنه حتى لو آخر نقطة دم عنده اتسفكت هيحمي ايريس. أخيرا الحرب بتبدأ. فيوز بيجمع الفرسان، شيما بتجمع السحرة، وايريس بتتقدم لمواجهة الملك الظلامي. الملك الظلام بيقول لها مهما حاولت مش هتهزمه لأنه مش زي النور اللي بيضعف يختفي وبعدين يختفي. هو ظلام بيكبر أقوى وأوسع لحد ما يسيطر على اللي نفسه فيه. في النهاية الحرب هتخليها منهكة وهتستسلم لمصيرها. هي بترفض مصير عمرها ما اختارته وبتقوله إنها بتحمي توازن العالم وهتستمر في ده حتى لو ده استهلك حياتها كلها. في مملكة البيض الوحوش السود بتهاجم الأطفال والنساء، وفرسان البيض بيحاولوا يحمي الناس وهم بيحموا النساء وبيحثوهم يهربوا نحو القصر. الظلام بيبدأ ينتشر في كل مكان. الظلام بيستولي على واحد من الفرسان وبيخليه يهاجم شعبه، لكن فارس تاني بيقتله وبيوصل المدنيين للأمان. ثيو بيختبئ ورا شجرة وبيتابع المعركة كلها. واحد من الوحوش السود بيطير فوقه فبيختبئ لحد ما يعدي، لكن لما بيبص على المملكة وبيشوف كل الناس بيقاتلوا ومفيش حد آمن فعلا بيرفض يقعد ساكت ويستخدم سحره ويدمر الوحش. الظلام بيبدأ يغطي تقريبا كل مملكة البيض. شيما بتحاول تطرده باستخدام تعويذة الوحدة بس بتفشل. الظلام بيغطي معظم الصحراء، بتحاول تحميهم باستخدام درع المحبة بس الدرع بيكسر في السماء. ايريس بتكمل تقاتل ملك الظلام، ولما بتحس انها ممكن ما تكسبش بتقرر تطلق كل قوة الرموز الأصلية مرة واحدة. ملك الظلام بيحذرها ان لو الخطة فشلت شعبها ممكن يتدمر، بس هي بتفكره ان لو خسرت المعركة من الأول التوازن كان هيضيع على أي حال وشعبها هيتدمر مهما حصل. بتقوله ما تلعبش بعقلي. بتحاول تهاجمه بس هو بيرد بقوة وبيضربها. بتقع في مملكة البيض. بيغضب شيما وبيصرخ في الرون الأصلي بيطالب يعرف ليه مش بيحميهم. فجأة بتقع ايريس على الأرض واللي حواليها بيمسكوها. في نفس الوقت بيواجه فيوز فاز اللي بيناديه جبان وبيقوله إن عمره مش هيقدر يغلبه. بيستخدم فاس الظلام عشان يبعد فيوز خالص
بيعلن انه هيحتفظ في ذهنه كفارس قائد جبان من فاس. بتسأل شيما ايريس اذا في طريقة تحمي المدينة. بترد ايريس انهم ممكن يجربوا تعويذة اتحاد تانية، بس لما بيحاولوها بتفشل. بيظهر الملك الظلامي وبيأمرهم يستسلموا ويقبلوا مصيرهم. بتسأل شيما اذا في حل تاني. بتقول ايريس بس خطير جدا. بتقول له شيما استمري لانك الملكة. بتلجأ ايريس لاخر خيار عندها، بينما الملك الظلامي بيتفاخر بقوته. بتهاجمه شيما بالغضب، بس هو بيرد وبيغطيها بالظلام. بتروح ايريس بعد كده للرون الاصلي وبتطلق صرختها الاخيرة. بتتوسل للمساعدة. في وسط فوضى الحرب بياخد فارس الامير للمكان اللي امره الملك يروحوا. على الطريق بيشوف فرسان كتير حواليه، وبيكتشف انهم مش هناك عشان يحموه، لكن عشان ينفذوا إرادة الملك ويقتلوه. بيقاتلهم وفي النهاية بيوصل للمكان ويلقي أدلي. الأمير مش متفاجئ جدا إنه لقى أدلي لسه حي، لأنه كان حاسس إن فصله قبل كده كان سهل جدا وسريع لشخص ممكن يكون وريث الملك. بتسأله أدلي إذا كان متفاجئ. الأمير بيرد بلا. الأمير بيسأل ليه هاجم ملكة النور. أدلي بيتفاجئ وبيسأل إذا السؤال موجه له ولا لنفس الأمير. بعدين بيقول إن قتل الملكة كان إرادة الملك وإرادة شعب الظلام كله. الأمير بيتصدم. أدلي بيسأل ليه الأمير وقفه عن تنفيذ إرادة الملك، وبيشرح إنه رغم إنه وقفه ده ما وقفش خطة الملك لأن الهجوم ضعف أيريس. بيعترف إن أيريس مجرد فتاة صغيرة، وحتى مع قوة الرموز هي لسه فتاة. الهجوم خلاها تخاف ومترددة عن قوتها. بيقول إنه في حرب زي البيض والسود حيث القادة أقوياء، المنتصر هو اللي يستسلم آخر واحد. ولأن أيريس خافت من الهجوم ده، هي بالتأكيد هتكون أول واحدة تستسلم، وده هيكون تذكرة النصر للسود. بيضيف إن الملك الظلامي مش غبي، والغبي الحقيقي هو اللي يعتقد إنه غبي. الملك عنده خطة كاملة للسيطرة على العالم كله. الحرب بدأت بالفعل في مملكة البيض، ومحدش فاهم ذهن الملك حقا، حتى فاس اللي بيقاتل من غير ما يعرف نوايا الملك الحقيقية. أدلي بيقول إن هو الوحيد اللي فاهم الملك حقا، وده مش غريب لأنه شايل جواه مخزون ضخم من الظلام زي الملك، وممكن يكون ابنه الحقيقي. بيكشف سبب إنه الأمير وجروسا اتبعدوا عن الحرب، لأن الملك كان عارف إنهم ممكن ينحازوا للبيض، وده كان هيخليهم صعب السيطرة عليهم. الحرب مستمرة، وأدلي أعلن إنه مسؤول عن قتل الأمير. المعركة بتبدأ. في البداية الأمير بيحاول يمسك نفسه قدام أدلي، بس أدلي بيكمل يضربه بعنف. بيجبر الأمير يقاتل بجدية. في النهاية الأمير بيطعنه، بس أدلي بيضحك وبيعترف إنه مش قادر يغلب الأمير، وعشان كده الملك بعته بس عشان يأخره مش عشان يقتله. الدنيا مليانة بمحاربين سود، ومن غير أي تأخير الملك هياخد الرون الأصلي ويدمر التوازن، وبالتالي يدمر العالم كله. العالم هيصبح أسود بالكامل، والملك هيكون راضي. الأمير بيتساءل للملك عايز يدمر العالم. بيحاول يوصل لمملكة البيض ويقاتل جنبهم، بس الوحوش بتهاجمه. لحسن الحظ جروسا وصلت وأنقذته، فتحت له طريق. ما كانش عنده أجنحة يطير للجزيرة الطايرة، وبينما بيبحث عن حل ضوء قوي بينور عليه. أجنحة بتطلع من ظهره وبيطير ناحية مملكة البيض. في نفس الوقت فاس بيقاتل فيوز وفجأة بيختفي. شيما كمان قدرت تهرب من قبض الملك الظلامي. ايريس بتوصل للرون الأصلي، بتعتذر لأنها ما استنتش الأمير. بتستهلك قوة الرموز وبتدمر المدينة كلها. لما الفرسان شافوا قوة الرموز المخفية فهموا إنها دمرت نفسها بقوتها. الأمير وصل طاير، بس كان الوقت متأخر جدا. بيطعن الملك الظلامي ويدمره، والكل واقف مستني يشوف المصير هيكون ايه للمملكتين بعد كده. بعدين المشهد بيظهر على جزيرة مهجورة، وبنشوف واد بيشبه بطلنا. وبكده تكون انتهت قصتنا النهاردة. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.